النهاردة بقى هنعمل طاجن سمك في الفرن أو صينية سمك في الفرن بشوية خضار كده بالتتبيلة الخاصة بتاعتي اللي كنت عملت معاكم بيها السمك المقلي. وصفة السمك النهاردة أو صينية السمك النهاردة من غير بقى ما نقلي سمك ولا أي حاجة، يعني وصفة صحية جدا. الناس بقى اللي عاملة دايت، الناس اللي بتحب الأكل الهيلثي، الناس كمان اللي القولون بيتعبها من الثوم، التتبيلة والتوابل بتاعة السمك اللي بعملها، انسوا بقى أي تعب في القولون من بعد ما تجربوها. الخضار كمان اللي مع السمك طعمه حلو جدا جدا، يعني ممكن كمان تسيبوا السمك وتاكلوا الخضار زي ما أنا عملت بالظبط. اعملوا لايك للفيديو ويلا نبتدي ونقول بسم الله. معايا 3 سمكات حجمهم متوسط، ولا كبير قوي ولا صغير، يعني حجمهم متوسط. غسلتهم كويس جدا وعملت لهم محلول نقع، وكان عبارة عن مية وملح وليمون. وعايزة اقول لكم ان الليمون بيشيل اي ريحة زفارة في السمك، يعني مش بيكون في اي ريحة زفارة اطلاقا. هنقعهم في محلول النقع حوالي ساعة ولا حاجة، وبعد كده هشطفه كويس وهصفيه وهعمل له 3 فتحات كده. يعني لو السمكية كبيرة اعمل لها 3 فتحات، لو السمكية صغيرة كفاية فتحتين بس، وده اللي هيخلي السمك يستوي معايا اسرع. هبتدي اجهز التوابل معايا بتاعة السمك، وكانت عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم البودر والكمون والكزبرة، ودي التوابل الأساسية بتاعة السمك. هضيف كمان عليهم نص معلقة من الكركم، ونص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الزنجبيل. هضيف كمان عليهم الملح. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهبتدي اضيف عليهم عصير الليمون، وكان عبارة عن ربع كوباية. هضيف كمان عليهم ربع كوباية من الزيت، زيت ذرة او زيت عباد، وممكن كمان زيت زيتون. هقلب كل المكونات مع بعض، وبكده تكون الخلطة بتاعت السمك بتاعت النهاردة جاهزة. هبتدي اغلف السمكية بالتتبيلة دي، يعني هدخل التتبيلة من جوه السمكية ومن بره وفي الفتحات اللي عملتها في كل الاتجاهات. التتبيلة اللي عملتها دي او مقدار التتبيلة اللي عملتها دي هو غلف لي ال3 سمكات بالظبط، وكان حلو قوي، يعني كانت التتبيلة حلوة قوي على ال3 سمكات. لو الكمية اكبر ممكن نضاعف الكمية بتاعت التتبيلة. هبتدي اجهز الخضار بتاع السمك، وكان عبارة عن جزر وطماطم وبصل، ممكن كمان نضيف فلفل ونضيف كمان بطاطس. اي خضار احنا حابينه او متواجد عندنا ممكن نضيفه مع السمك. قطعت الجزر لحلقات كده، وهبتدي كمان اقطع الطماطم حلقات والبصل. واي خضار انتوا حابينه زي ما قلت لكم تقدروا تضيفوه.
هاخد كل الخضار اللي قطعته وهضيفه في الطاجن اللي هدخل فيه السمك في الفرن، وهبتدي اضيفه في الطاجن من تحت. هضيف عليه شوية من الملح وشوية من الكمون وشوية من الفلفل الاسود. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهضيف كمان عليهم ربع كوباية من عصير الليمون وربع كوباية من الخل. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، وهبتدي اضيف عليهم شوية من ورق البقدونس. هرص السمك في الطاجن على الخضار، وبعد كده هدخله الفرن. الفرن بتاعي شغال على اعلى درجة، الشعلة من فوق ومن تحت والشبكة في النص. هياخد حوالي ساعة بالظبط في الفرن. ممكن كمان نسويه على البوتاجاز من فوق وبعد كده نولع عليه الشواية. عملت رز كمان مع السمك، وكنت عاملاه معاكم في حلقة قبل كده. السمك طالع لونه حلو قوي وناشف، مش طري، كأني بالظبط كنت قلياه في الزيت قبل ما ادخله في الفرن. حلو قوي، جربوه هيعجبكم ان شاء الله. واكتبوا لي طبعا في التعليقات، ولو اول مره تنوريني في القناه اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ما تنسيش الاشتراك، ومتابعين الحلوين ما تنسوش اللايك الجميل، واستنوني في حلقه جديده ووصفه جديده، واشوفكم على خير يا رب. باي باي.